اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اكرامي كان عندك تعليق. اتفضل. طبعا هو بالنسبه لمعتمد لما كان بيقول ان ازاي لعيب عندي ويمشي وياخد مش عارف ايه، وانا بقول له لا النادي الاهلي بياخد الفلوس والكلام ده. هو السؤال بقى، يمكن اول مره انت تحضر حاجه زي كده بالنسبه لي يعني. نادي الزمالك مع زيزو لما جاله العرض بتاع 6 مليون او 8 مليون اخطأ في عدم بيعه ولا لا؟ طبعا. كويس. طب ليه ما عملش كده؟ لان كان مجلس اداره لسه جاي بقى له شهر. ايه علاقه دي بقى؟ هقول لحضرتك. اذا كان انا لعيب بعد 6 شهور ولا 8 شهور هيمشي فري. مجلس الاداره اللي قبله ما عملش ليه؟ هو عارف انه بينتهي. ارد على بلاش اللي جاي بقى له شهر، اللي قبله. كابتن حسين لبيب والمجلس بتاعه، انا كنت شغال في الوقت ده. حلو. الموضوع امام عاشور كان لسه مسمع مع الجماهير. ماشي. هم عندهم النيه اللي انا هجدد لزيزو، فباي شكل من الاشكال مش هيمشي. حلو. لان ما كانش حد يتخيل زيزو يمشي. تمام. فهو كل الكلام ده كنت موجود. تمام. فكل الكلام اللي زيزو هيجدد في الارقام الطبيعيه، اول ما الوقت اتسرق منهم لقوا زيزو بيطلب 60 مليون. تمام. حلو. في اللحظه اللي هو هقول حاجه بس، العرض بتاع نيوم السعودي كان فيه لغم، فعشان كده مجلس اداره نادي يعني ايه لغم؟ كان فيه لغم. انا بقول لك كان كوبري بمعنى اصح. كان فيه لغم اولا. لا انا لا ما لا كان فيه لغم. لا الموضوع ده انا مش موافق عليه. كوبري ليه طيب؟ الحاجات دي. كوبري ليه؟ انا عايز بقى ماتش الاهلي والزمالك بكره، بعد بكره ان شاء الله، يوم الاثنين، ماتش مهم جدا. انت شايف ايه التشكيل الامثل يا كابتن اكرامي للنادي الاهلي اللي يكسب بيه؟ عشان كل واحد هيديني، عمرو هيديني تشكيل للزمالك ومعتمد الزمالك وايهاب الاهلي وانت الاهلي. قول لي. اي 11 لعيب للنادي الاهلي هينزلوا هيأدوا بشكل جيد. سلام. قول لنا بقى ال 11 اللي اي 11 دولت بقى. محمد الشناوي. الشناوي يلا. خلاص. نزلوا لنا تشكيل كل واحد. محمد هاني. الشناوي وهاني. ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. هي المشكله هتبقى هل كوكا يلحق ولا ما يلحقش؟ لو ما لحقش يلحق يا كابتن. يلحق. خلاص هيبقى كوكا ناحيه الشمال. ايوه. ومصطفى العش سردباك. ماشي. خلاص. والعش. مروان عطيه واليو ديانج. مروان عطيه واليو ديانج. قدامهم تريزيجيه. تريزيجيه. طاهر محمد طاهر. ومحمد شريف مش جريديشار. محمد شريف مش جريديشار. واشرف بن شرقي. ثواني بس، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بن شرقي. انت حطيت بن شرقي يلعب ايه؟ ناحيه الشمال. وتريزيجيه في النص مع مروان قدام مروان عطيه وتريزيجيه واليو ديانج. يبقى هنا بن شرقي. تمام. ده كده يكسب؟ بقول لك اي 11 لعيب للنادي الاهلي هيلعبوا في المباراه ان شاء الله يكونوا على قد المسؤوليه. يلا عمرو. تشكيل الزمالك هو معروف يعني. هو التشكيل الثابت اللي بقى له فتره طويله. نفس التشكيل. صبحي، محمد صبحي في حراسه المرمى، وعمر جابر ظهير ايمن. هو عمر جابر خف؟ ما نزل اخر ربع ساعه الماتش. بس ما كانش برضه. لا بس نزل حسام عبد المجيد. ومعاه اللي هو محمد اسماعيل. بنتايج باك ليفت. ثلاثه في نص الملعب. ثلاثه اللي في نص الملعب. دونجا. ناصر ماهر السعيد. لا بنفكروا بالاسماء. ناصر ماهر وعبد الله السعيد ودونجا. ناصر ماهر قدام الفينا شيكوبانزا وشيكوبانزا والدباغ. ده التشكيل. موافق شيكوبانزا ولا ادم؟ لا شيكوبانزا. انا ماشي صح. يلا يا ايهاب. يبقى ايهاب ابدا لك من تشكيل الزمالك وبعدين تشكيل الاهلي. محمد صبحي. بنتايج. حسام عبد المجيد. محمد اسماعيل. عمر جابر. دونجا. عبد الله السعيد. ناصر ماهر. حلو. سامح بيزيرا. عدلي الدباغ. شيكوبانزا. طيب ما هو ادي انا بقى ده تشكيل الزمالك. ده تشكيل الزمالك. ماشي. التشكيل الاهلي شناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي ومصطفى العش. في مقارنه بينهم للي هيلعب على السيرد باك هتتحسم في انا اميل لياسين مرعي في التوقيت ده مع احمد نبيل كوكا. مكان مين؟ مكان العش. سيرد باك. سيرد باك. مكان العش. سيرد باك. يعني يبقى ياسين وياسر. يبقى محمد هاني وكوكا وياسر وياسين. ايوه ده. اوكي. ديانج، مروان عطيه، محمد بن رمضان. هو محمد بن رمضان مش عارف. خلي بالك الاهلي ساعات بيلعب 3 عشان كده انا ما قلتوش. سليم يا كابتن. يعني لو سليم يبقى يلعب. لو سليم خلاص يبقى هيلعب بالظبط. يبقى جريد شرقي، يبقى عبيد شرقي يقعد وتريزيجيه شمال. بس كده. زيزو بقى النهارده الجمعه ساعات بيلعب 3. ايوه 3 5 2. بص انا قلت لك اهو. اليو ديانج، مروان عطيه، يعني ممكن يلعب بالعش واسمه ايه ده وياسين مرعي وياسر ابراهيم. ماشي. وطير بقى بالرمضان.
اموره تمام ان شاء الله يقدر يلحق وتمام. هو النهارده بس اللي هيحصل اختبار طبي لزيزو. لو سليم اكيد هيشارك، لو موجود هيبقى بعد اللي انا قلته ده هيبقى زيزو، تريزيجيه، جراديشار. مش موجود اشرف بن شرقي، تريزيجيه، جراديشار. على الرغم ان في البعض شايف ان مين اللي يكسب الاهلي في هذه المباراه؟ اللي يكسب اللي بيلعب بروح وبيلعب ايوه بقلب. ماشي الكلام ده لا عارفينه. انا بتكلم على الماتشات دي اللعيبة. الناس اللي لعبت كوره اهي تقول لك الماتش ده يوم الماتش. ماشي يوم الماتش مين مفاتيح والماتش. الفوز للنادي الاهلي؟ مفاتيح الفوز للنادي الاهلي تريزيجيه ولا بن شرقي ولا بن رمضان؟ مروان عطيه في خط دفاعه قدام السردباكات، وبين رمضان تحت المهاجمين. بص يا مهيب، انا هلفت نظر بوب بس الحاجه، ما اختلفناش على تشكيل الزمالك. اي حد يقول لك تشكيل الزمالك ودي حاجه كويسه، نقطه ايجابيه جدا يعني. اللي لما يبقى في كابتن اكرام يقول مثلا تشكيل وكابتن شال اصابات، بنختلف على واحد بس، شال اصابات واحد بس، 2 3 والكلام دوت، مين يرجع مين، فدي نقطه في صالح نادي الزمالك. اعتقد اللي مثلا مفاتيح رقم واحد عبد الله السعيد، رقم واحد طبعا اسمه انا بقى شايف ان دونجا شايف بزيرة. دونجا عامل ماتشات هايله انا بتكلم في انت بتقول للامام، وعبد الله السعيد عبد الله السعيد بيعمل هايل. اعجاز والله بصراحه يعني. الراجل عنده 40 سنه كويس وبيتحرك، وتلاقيه مثلا في اخر الدقيقه 90 ركز معايا. ايوه حاضر. في الدقيقه 90 خليك هنا شويه بيعمل سبرنت مثلا 40 متر، بيدافع مثلا من على الخط. ايوه بزيرة ولا زي ما هو بيحب يتقال عليه بزيرة. ان شاء الله يبقى هو النقطه ان شاء الله فك الطلاسم بتاع الماتش ده ان شاء الله. تمام كابتن اكرام. لا بص انا قلتها قبل جاي لك كده. يا حبيبي ما تقلقش. جرايه يا عمرو في ايه؟ معلش. انت عايز تتكلم قبلي؟ لا انا اقدر. طب امال ايه؟ وانا ينفع هو بصراحه كابتن لو ما اتكلمش خالص ما ينفعش. في الاول انطلق. انا قلتها قبل كده ما لو انا انت تتذكر. هتتكلم وهختم على لا لو تتذكر، وكان احمد سليمان قاعد هنا وانا كنت قاعد هناك خلاص. قلت لك اللي عامل شكل لنادي الزمالك ومؤثرين اتنين، ايوه عبد الله السعيد وناصر ماهر. دول اللي عاملين شكل لنادي الزمالك ومؤثرين. ناصر كان كويس الماتشات ما انا بقول ناصر وعبد الله السعيد. خلاص الميكروفون معاك عبد. ماشي. انا بس عايز اسال سؤال كده، سؤال بوجهه، مين في النادي الاهلي يقدر يوقف خوان بزيرة؟ اي لاعب اديني اسم كده. بعد الماتش هيوقفوا ازاي؟ بعد معلش انا بشفق على دفاع النادي الاهلي خالص خوان خالص بزيرة. خالص. بلاش الكلام ده لو بشفق سمحت. عليه إيه والله. تشفق عليه خوان في بزيرة. إيه؟ يعني بجد ده انا محسس انك بتتكلم لا، على بالعكس. السيام. هشوف جدا سبعات وماله. وثمانيات وماله. وهشوف حاجات كده. ايوه عايزين نشوف سبعات السبعات وثمانيات. والثمانيات دي. لا. سجل يا مهيب. بقول لك يا مهيب كابتن سيبه والنبي سجل بعدين. والنبي لو سمحت كابتن اكرامي سيبه انا يكمل. بشفق على دفاع سجل له والنبي هنشوف لو سبعات سمحت. وثمانيات. اللعيب عادي جدا، والماتشات الكبيره دي يعني ممكن تبقى صعبه على اي حد. والله انا سمحت. بشفق على دفاع النادي الاهلي. يا استاذ عمرو، من ايه؟ سيبه يا كابتن هم حلو ده. يا استاذ عمرو احنا ناس غلابه يا استاذ عمرو. يعني لما انت بتشفق على احنا دفاع مش النادي الاهلي الزمالك من فرقة دول كبيرة. وما تشفقش على دفاع نادي الزمالك من بن شرقي وبين رمضان وتريزيجيه. طب انت حضرتك مقتنع بالكلام ده والنبي؟ اللي هو بان الزمالك يشفق من بن شرقي هو ما فيش شفقه، هي احترام وتقدير للعيبه. مقتنع يا كابتن اكرام؟ مقتنع. انت من جواك مش مقتنع بالكلام ده ليه؟ والله. انت مقتنع بيها يا استاذ عمرو؟ دول لعيبه كبار جدا وبمليارات. لو سمحت طبعا. لو أستاذ سمحت، عمرو، أنت هم دول مقتنع لعيبة بإيه؟ كبيره جدا وبيكسبوا الماتشات مفيش مليارات في الملعب، في عرق، في رجوله، في تاكلينج، بس في كده. رجوله، في قلب، في روح، أستاذ يكسب. عمرو. لا بس أستاذ انا عمرو، في سؤال نتكلم بعد الماتش لو سمحت. ايوه نتكلم معتمد، بعد بس الماتش ان شاء معلش. الله واحنا كسبانين ان بس شاء الله. كلامك يا استاذ عمرو. بسأل عمرو سؤال. انا حسيت ان انت بتتكلم على ان كريستيانو رونالدو هو اللي بيلعب. ده احسن من كريستيانو يا كابتن، صح يا استاذ عمرو؟ انا راجل استنى خبطت في بعض. خلصت احسن من كلامك يا كريستيانو كابتن عمرو. انا راضي يعني ذمتك يا كابتن كرام. انا عارف انك انت راجل يعني والنبي انا بختم قول انت راجل فير قول يعني. الكلمه اللي عندك. كلام في المعقول لو سمحت. خوان بزيرة مش احسن وينج رايت في الموجود في الدوري؟ لا طبعا امال مين احسن وينج رايت؟ في ناس كده. طاهر محمد طاهر احسن منه. ماشي كابتن خلاص. اكرامي يا كابتن عمرو. كابتن استاذ عمرو، طاهر محمد طاهر يا كابتن بقول لك اكرامي. ايه، هو ولا يعني كريستيانو؟ انا احترامي ليه شكرا. يعني. احنا هنقفل على كده يا باشا. شكرا احنا نقفل على كده. نقفل على كده يا باشا. ربنا يكرمك يا عمرو ان شاء ان شاء الله الله. هنكسب ان شاء الله باذن الله. ايوه شوف قد ما الاسبوع الجاي نتقابل لما تزعل. وعايزك تبقى على موقفك يا عمرو. باذن الله. انت اللي حطيت نفسك في هذا الموقف. من بعض فين؟ شكرا يا كابتن حبيبي يا اكرام بوب. بالتوفيق. شكرا يا كابتن عمرو بالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن حبيبي، معتمد. حبيبي يا كابتن ايهاب بشكرك.
اشكرك يا ممتعة زمشد ان شاء الله باذن وجماهير الله. تستمتع وتكون مباراة كويسة. اشوفكم الاسبوع القادم وحلقات جديده من اللعيب على MBC مصر. الى اللقاء.